قبل ما طفلك يقول أول كلمة 5 علامات مبكرة للتوحد أمهات كتير بتفوتها وما تديش بالها منها. لو مستنية طفلك يتكلم عشان تطمني يبقى الفيديو ده لازم تشوفوه للآخر، لأن في علامات بتظهر قبل الكلام بكتير. المشكلة مش في تأخر الكلام، في علامات كتير بنشوفها بعينينا كل يوم بتقول إن الطفل ده عنده علامات من علامات التوحد، ممكن نكتشفها وهو لسه صغير، وفي الوقت ده بيكون التشخيص بدري ويكون العلاج بدري ويكون النتائج افضل بكتير. هقول لك على 5 علامات تظهر قبل ما الطفل يتكلم، مش عشان اخوفك ولكن علشان ما تضيعيش الوقت. اول علامه ممكن تخلي الام تتوقف عندها ان الطفل محمد، ما بيردش لما تناديه محمد. باسمه. طبيعي ان الطفل زي ما قلنا في فيديو تطور الكلام ان الطفل بيعرف اسمه من 6 شهور لسنه، فلما تناديه باسمه يبدا الطفل يلتفت للام، فلو بتنادي عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وهو ما بيلفش او نادرا ممكن مع بعض المرات يلف، انا مش بتكلم على مره واحده او طفل مشغول ومندمج في لعبه معينه او حواليه دوشه فمش مركز، ولكن بتكلم على نمط متكرر المفروض الطفل يرد على اسمه يا لما تناديه. أحمد. فلو طفلك مش بيعرف اسمه فدي علامه مهمه تستحق انك تسجليها وتتابعيها مع مرور الايام. العلامه الثانيه ما بيبصش ليكي عشان يشارك، دي من اول العلامات ومن اهم العلامات اللي لازم تاخدي بالك منها. دي من العلامات اللي بتظهر بدري جدا عند عمر شهرين، بنسميه شهر الابتسامه. يبدا الطفل لما امه تبص له يبدا يبتسم وتبدا عينيه تيجي في عينيها، فراقبيه عند الاكل وعند الرضاعه ولما تبصي له ولما يكون وقت الفرح والضحك ووقت اللعب، هل عينيه بتيجي في عينيك ولا لا؟ هل بيشاركك اللحظه ويتفاعل معاكي ولا لا؟ دي من الحاجات المهمة اللي لازم تاخدي بالك منها. وبرضه مش بتكلم على مرة أو اتنين، أنا بتكلم على حاجة متكررة. هو دايما بيبص لك ومتفاعل معاكي ولا دايما مركز في كل حاجة إلا إن هو يبص في عينيكي ويتفاعل مع تعبيرات وشك؟ اكتبي لي في التعليقات عمر طفلك كام وأنا أقول لك إيه الطبيعي لعمره. العلامة الثالثة ما بيشاورش ولا يتفاعل معاك ويقول لك بص يا ماما. لو طفلك ما بيعملش الحركة ديت يبقى المشكلة مش في الكلام وبس. قبل ما الطفل يقول لك بص يا ماما هو لازم يعملها بطريقة تانية، بإيديه أو بعينيه أو بإشارة. وزي ما قلنا قبل كده في تطور الكلام الإشارة دايما أهم من الكلام، لأن طفل بيشاور معناه إن هو فاهم وعايز يتفاعل مع اللي حواليه وبيشاركك اللحظة ديت ويشاور بإيديه. فخلي بالك من المواقف دي. طفلك لما يشوف قطة أو يشوف طيارة أو يشوف لعبة عجباه أو يعوز حاجة، هل بيشاور عليها ويبص لك بعدها؟ هل يحاول يشاركك اللحظة ديت وإنه بيقول لك بص يا ماما؟ ولا هو زي طفل التوحد اللي لما بيكون محتاج حاجة بيطلبها دايما بطريقتين، إما إن هو يبكي ببكاء غير مبرر لحد ما أنت تفهمي وتجيبي له الحاجة، أو يمسك إيديك وياخدها ويحطها على الحاجة اللي هو عايزها وما يتفاعلش معاكي ولا يبص لك وياخد الحاجة اللي هو عايزها من غير ما يبص لك. دي من أهم العلامات اللي بتظهر عند الأطفال من عمر 6 شهور لسنة. فاكتبي لي في التعليقات ابنك بيوريك الحاجة اللي عجباه ولا بياخدها وخلاص. العلامة الرابعة اللعب عنده غريب أو محدود. اللعب في حياة الطفل من الحاجات المهمة الأم ممكن ما تديش بالها منها، مع ان اللعب دايما بيقول لنا على حاجات كتير جدا في تصرفات الطفل. فراقبي طفلك دايما في 3 حاجات: بيلعب لعب تمثيلي ولا لا، يعمل باي باي لما تشاوري له، يتكلم في التليفون اللعبه او اكنه بيتكلم في التليفون زيك. كل دي حركات بتقول لنا الطفل ده ماشي طبيعي ولا لا. وزي ما قلت التكرار هو من العلامات المميزه للتوحد، مش مره واحده بنحكم بيها، ولكن اللعب لو لعبه تفاعلي قليل، لو مشاركته قليله في الالعاب مع الاطفال، يبقى لازم نركز في تصرفاته الفتره الجايه. فلو التقليد ضعيف واللعب التفاعلي قليل والمشاركه قليله، او بيلعب بطريقه غريبه ان هو يكون تركيزه في بعض اللعب على اجزاء معينه من اللعبه، زي ان هو يلعب يكون تركيزه على عجل العربيات، او يرتب لعبه بطريقه معينه وينزعج لو الترتيب ده اتغير في الوقت ده، دي علامه تستحق انك انت تركزيه وتاخدي بالك منها. فاكتبي لي عمر طفلك كام، بيقلدك ولا لا، بيعمل باي باي ولا لا، بيسقف ولا لا، وانا هرد عليكي بطبيعي لعمره. العلامه الخامسه فقد مهارة كان بيعملها أو بيعمل حركات متكررة وملفتة. دي أخطر علامة لأنها بتيجي بعد ما الأم بتقول الحمد لله كان بدأ يتحسن. فلو طفلك كان بيعمل حاجة وبطل يعملها، هنا لازم نقف وقفة. لو كان بيناغي وبطل يناغي، لو كان بيرد وبقى رده أقل، لو كان بيشاور واختفت الإشارة، لو كان اجتماعي وبقى منعزل أكتر، كمان لو بيعمل حركات متكررة وملفتة زي رفرفة بإيديه زي ما هيظهر في الصورة، أو بيتحرك على الكرسي مع قعدته بطريقة معينة زي ما هيظهر. مش كل حركة معناها مشكلة، ولكن التكرار والشدة وتأثيرها على التواصل هو ده اللي بيفرق معانا. لو حركات متكررة كتير زي طفل لو بتقدمي له أكل معين بطريقة معينة يكره حتى نفس الأكل لو تقدم بطريقة مختلفة، فهو هنا بيعشق التكرار
ويكره اي حاجه جديده. فلو لاحظت ان في مهاره عند طفلك اختفت او كان او حركه متكرره بيعملها دايما، اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي دي حاجه طبيعيه ولا لا. من اهم الكلمات في فيديو النهارده ان القلق لوحده غلط، وبرده انك تطمني وتقولي بكره يكبر ويتحسن وتصبري بالشهور ده برده غلط. مش كل طفل متاخر في الكلام يبقى عنده توحد، بس اللي يخلينا نتحرك ان التاخر ده يجي معاه علامات من العلامات اللي قلنا عليها: ضعف السجابه او قله التواصل او غياب الاشاره او قله التقليد او ضعف في التفاعل. يعني احنا ما بنبصش على حركه واحده او حاجه واحده بس، احنا بنبص على تقييم الطفل ككل. فلو طفلك بيعمل اكتر من علامه من العلامات ديت، 4 خطوات لازم تعمليهم فورا. فما تقوليش بكره يتحسن لما يكبر. الحاجه الثانيه، سجلي 3 فيديوهات على الاقل للحركات اللي قلقاكي في تصرفات الطفل. الحاجه الرابعه، سجلي في دفتر ملاحظات كل حاجه بيعملها: ما بيتكلمش، ما بيردش على الاشاره، مش مستجيب، مش بيتفاعل معاكي بعينيه، كل حركه من حركات النمو كلميه سجليها. رابع حاجه، راجعي فورا طبيب الاطفال. وفي نهايه الفيديو، الام القويه مش اللي دايما بتنكر او تقول بكره يتحسن، ولكن الام القويه هي اللي بتلاحظ بدري وتتوجه للطبيب بدري، لان التوحد كل يوم بل كل لحظه في التشخيص بدري بتفرق كتير في نتائج العلاج مع الطفل. اكتبي لي في التعليقات كلمه دليل وانا ابعت لك دليل فيه 10 اسئله تقول لك طفلك محتاج تراجعي طبيب الاطفال بدري ولا لا. دمتم في امان الله وانتم في اتم صحه واحسن حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.